بسم الله الرحمن الرحيم يا رجاله، عاملين ايه؟ بقالنا ياما ما طلعناش، اخباركم ايه؟ انا هتكلم النهارده، لا هتكلم عن الزمالك ولا هتكلم على الفجر التحكيمي اللي حصل من فهيم عمر والجون اللي اتلغى لناصر منسي. ان كل حكام الدنيا اللي جت قالت لك هدف صحيح 100%، لان الكرة اصلا مش متعمده اللي هي تيجي في ايده، ده هي جايه من رجل المدافع في الخلف وهي جت في ايده، فقانون الفيفا هدف مش هتكلم يعني هدف 100%. واللي عمله في امين عمر ده مش جديد علينا. انا بس عايز اسال سؤال. بيراميدز كسب وصل نهائي افريقيا، والاهلي طلع من سان داونز في قبل نهائي افريقيا. انا تابعت البرامج كويس وكل البرامج تابعتها، بنسبة 80% بيتكلموا عن خروج الاهلي من سان داونز، وبنسبة 20% بيتكلموا عن فوز بيراميدز على رونالدو. طيب، انا عايز اعرف هو بيراميدز ده مش فريق مصري ولا فريق يهودي ولا فريق هندي ولا ايه؟ تبع ايه يعني؟ بيراميدز ده تبع ايه؟ يا اسطى ده فريق واصل نهائي افريقيا. يا اسطى ده فريق واصل نهائي الكونفدراليه مرتين مرتين وما حصلش نصيب. طيب، جيت وقلت لي بيراميدز خلي بالك هياخد مكانك في المركز التاني وبتاع ومش عارف ايه وبتاع، وخلي بالك وما شدتش حيلك بيراميدز هيركب فوقيك وبتاع. طب اديك يا عم، ادي بيراميدز الاول على الدوري وهياخد الدوري. ادي بيراميدز في نهائي افريقيا اللي انت طلعت منه وخدت على قفاك. ادي بيراميدز في نهائي الكاس هيلاعب الزمالك في نهائي الكاس. يبقى اصلا بيراميدز اخد مكان مين؟ لا مؤاخذه يعني، اخد مكان مين؟ اخد مكان انا اللي هلعبه في نهائي الكاس، ولا اخد مكانك انت اللي هيلعب في نهائي افريقيا، ولا اخد مكان انا اللي هياخد الدوري منك؟ يا اسطى انتوا هبل. انتوا الخطيب اي حاجه بيقولها لكم بتصدقوها، فاهمين؟ وعمال انت جمهوري الصفقات مش عارف منين. يعني محمد علي بن رمضان ده مودينه ب 4 مليون دولار منين؟ هي من تجارة الزيتون اللي انتوا بتعملوها في النادي وفرع مش عارف ايه ومدينة نصر ومش مدينة نصر. يا عرجاني، يا عرجاني غسيل الاموال فاح. يا جدعان انتوا جايبين صفقات ب 2 مليار دولار، 2 مليار 2 مليار جنيه. يا جدعان ريحتكم فاحت وغسيل الاموال فاح والدنيا فاحت. يا خطيب صدقني في خلال شهر لا هتجيلك لجنه تفتيش هتفتش على كل اللي في الاهلي، وصدقني هتضيع. بلاش جمهورك اللهبل يصدق ان انت اللي انت عامل الصفقات دي، انت ومش عامل ولا صفقه من دي، كل دي من عرجاني وابن عصام. طب انت تعرف ايه اللي حصل؟ في عضو مجلس اداره الاهلي اللي اسمه الجرحي، محمد جرحي ده عمل ايه؟ عمل توأمة مع شركة الجرحي مع العرجاني جروب تاني. محمد الجرحي شركته دمجها مع شركة العرجاني جروب. طب دي معناها ايه يا اسطى؟ معناها ان فلوس العرجاني هتستخبى في فلوس الجرحي. طيب فلوس العرجاني جاية منين؟ انت عارف الناس بتتضرب في فلسطين، ربنا معاهم ويا رب يوقف معاهم، احنا مش بايدينا حاجة والله العظيم. انت متخيل العرجاني ده بياخد من كل فلسطيني عايز ياخد مصر يخش مصر 50,000 دولار؟ زي ما بقول لك كده اسمع مني. العرجاني عشان واحد يعدي الحدود المصرية يخش الفلسطينية، يخش الحدود المصرية بياخد منه 50,000 دولار. طيب، العرجاني ملك السلاح في سينا. طيب، العرجاني ملك المخدرات في سينا. طيب، العرجاني عامل ميليشيات عسكرية في سينا، العرجاني عامل جيش، حرفيا عامل جيش في سينا. طب انت يا اسطى الدولة فرحانة بالكلام ده؟ يعني واحد بيتاجر في السلاح، بيتاجر في المخدرات، بيتاجر في البني ادمين، وبيداري فلوسه وعادي في النادي الاهلي عادي، وتيجي تقول اصل انا الاهلي وبجيب صفقات؟ ما انت لازم تجيب صفقات. وانت بتجيبها من بيت امك؟ انت بتجيبها يا ابني من فلوس غسيل الاموال يا ابني. اتقل جمهور الزمالك، بس انا عايزه يتقل كده عشان فرع 6 اكتوبر مدخل لك 2 مليار ولسه الخير جاي. اتقل ما تستعجلوش، أنا بس بتكلم على بيراميدز. ده نادي مصري بيلعب نهائي افريقيا ونهائي الكاس وبينافس على الدوري. من حق الاعلام المصري المعرص اللي هو يديله حقه. انا كراجل زمركاوي بقول لك بيراميدز مشرف مصر لازم ياخد حقه. هو يعني افتح ماتشين في نفس اليوم افتح الاقي 80% من الموبايل، يعني مثلا لو برنامج ساعتين، ساعتين الا ربع هزيمه الاهلي من صن داونز وربع ساعه فوز بيراميدز. يا سلام. هو نادي يهودي؟ نادي كافر؟ ايه يا عم الاعلام المعرس اللي عندنا ده؟ يا عم ده انا بيلعب نهائي افريقيا يا ابني، نهائي شامبيونز ليج يا ابني فوقه. انتوا هبل. بيلعب نهائي كاس قدام الزمالك.
هياخد الدوري. هو بينهم ازاي يعني؟ انا عايز افهم انتوا حاسبينه ايه. اتقوا الله، اتقوا الله، وخلوا عندكم مبدأ، وخلوا عندكم ضمير ومهنية يا بتوع الاعلام. والزمالك هيفوق وهيقوم وهيدوس والله يا اهلي. لو جبت صفقات ب 20 مليون دولار هيجي لاعب واحد في الزمالك هيبوظ لك الدنيا دي كلها، وانا قاعد وانت قاعد. معلومة صغيرة، موضوع زيزو لسه ما خلص. السلام عليكم.